تحديث واتساب جي بي بدون ربط بنفس رقمك المحظور. يعني لو حضرتك فاتح النسخة المدمجة اللي احنا فتحناها عدى عليها تقريبا في حدود سنة ونص او داخلة في السنتين اهوت، والنسخة دي طلبت معاك تحديث تقدر تحدثها بواتساب جي بي بدون ربط بنفس رقمك المحظور. تمام. اما بقى لو حضرتك جديد معانا وحابب تجرب النسخة دي بتفعل بعض الأرقام، يعني بعض الأرقام هتتفعل وبعض الأرقام لا، يعني بنسبة 30% الأرقام هتتفعل وبنسبة 70% الأرقام مش هتتفعل. تمام. أنت وحظك، كل اللي عليك تثبت النسخة وتحط رقمك المحظور فيها، اشتغل معاك خير، ما اشتغلش معاك خير. كلنا بنجرب وكلنا بنسعى، ولكن هي معمولة إنها تفعل بعض الأرقام. تمام. لو أنت جديد معانا هتمسك الموبايل بتاعك، ولو أنت قديم معانا برضه هتمسك الموبايل بتاعك وهنبدا نحدث لو النسخه طلبت معاك تحديث لو حضرتك قديم. اما لو حضرتك جديد كمل معاه الفيديو للنهايه. لو جديد بقى تطلع وتدخل على المتجر بلاي وتبحث عن تطبيق زي ارشيف اهو. هنبدا نثبت معانا تطبيق زي ارشيف عشان هنحتاجه في فك الضغط. تمام. بعد ما تثبته عندك هندخل على قناه التليجرام، رابط قناه التليجرام في وصف الفيديو. تمام. هتلاقي هنا تحديث واتساب جي بي بدون ربط بنفس رقمك المحظور، هنبدا نضغط عليه. هيظهر معايا ايقونتين لتطبيق زي ارشيف. لو ضغطت على الايقونه الاولى استخرج الى اسم الارشيف، هيقول لك الارشيف تالف. تمام. فاحنا مش هنضغط على الايقونه اللي هي استخرج الى اسم الارشيف عشان ما يقولناش الارشيف تالف. هنضغط على الايقونه الثانيه اللي هي مكتوب عليها زي ارشيف باللغه الانجليزيه فقط، هنبدا نضغط عليها اهوت. تمام. هنا تحديث واتساب جي بي بدون ربط بنفس رقمك المحظور هنضغط عليه. هنا جي بي واتساب هنضغط عليه، هنقول له تثبيت. تمام. هنا بقى بيطلب مني كلمة المرور، عايزك تركز معايا في الفيديو عشان تسمع كلمة المرور وانا بقولها بصوتي. يعني هكتبها وارجع لكم تاني. بعد ما كتبت كلمة المرور هقول حسنا، ابدا استخرج معايا النسخة، هقول له أداة تثبيت الحزب اهو بالشكل ده كده اهوت. تمام. هنا بيقول لي هل تريد تحديث هذا التطبيق؟ لو حضرتك قديم معانا والنسخه طالبه تحديث هتقول له تحديث. تمام. طيب لو حضرتك جديد هيقول لك تثبيت، هتبدا تثبتها وتبدا تضيف الرقم عادي مفيش ادنى مشكله. تمام. طيب انا هقول له تحديث، هيبدا يحدث معايا النسخه. تمام. زي ما انتم شايفين اهو، هنا بيقول لي تم او فتح، هقول له فتح على طول النسخه. تمام. زي ما انتم شايفين لو ضغطت على الثلاث نقاط تحديث جي بي، تابع اليوتيوب واتعلم عشان تفهم الشروحات وتتفرج وتسمع الباسورد وتفهم الطريقه ازاي. دي قناتنا على اليوتيوب. هنطلع كده هنطلع اهوت. هضغط على الثلاث نقاط تحديث جي بي، تحديث من قناه التليجرام. هتلاقي النسخ موجوده عندنا في قناتنا على التليجرام. هنطلع هضغط على الثلاث نقاط اضافات جي بي. هنا طبعا جي بي واتساب عبد الله الباشا، صلى على النبي في الكومنتات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هبدا اضغط عليه كده. لو ضغطت على اول واحده يبدا يدخلني على البيج بتاعنا على الفيسبوك. تقدر تتابع البيج عشان احنا بننزل عليه فيديوهات كتيره قوي. تمام. وتقدر تشوف الفيديوهات اللي تعجبك سواء شورتس او فيديوهات طويله. هنطلع تاني. لو ضغطنا هنا يبدا يدخلنا على قناتنا على التليجرام اللي فيها النسخ. تمام. هنطلع زي ما انتم شايفين. النسخه دي شكلها هنا طبعا السمات، هنا طبعا تحميل السمات عندك 4032 سيم اهو مفيش ادنى مشكله. هنيجي عند هنطلع تاني، هنيجي عند التحديثات. هنا بحث عن تحديث جديد، نعم اصدارك الحالي محدث بالفعل. سجل التغيرات هنضغط عليها. زي ما انتم شايفين ميل جديد في 26.15. تاريخ التحديث 11/3/2026 وده تاريخ التحديث، وده الاضافات اللي اتضافت على النسخه. تمام. هنا برضو النسخه تلاقيها موجوده على قناتنا على التليجرام. هنيجي عند حول التطبيق. هنا تم التعديل بواسطه عبد الله الباشا، هيدخلك على قناتنا على التليجرام اللي فيها النسخ. تمام. هنا طبعا الانستجرام بتاعنا، لو انت حابب تتابعنا على الانستجرام وتشوف برضو فيديوهات الشورتس والشروحات والكلام ده كله مفيش ادنى مشكله. تمام. دي الانستجرام بتاعنا. تمام. هنضغط على رساله الشكر. هنا طبعا صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، لا اله الا الله محمد رسول الله. فولو فيسبوك، هيدخلك على صفحتنا على الفيسبوك برضو ما فيش ادنى مشكله. هنا اليوتيوب. تمام. زي ما انتم شايفين النسخه جميله جدا جدا، وده شكل النسخه من بره. طبعا باسورد فك الضغط هيكون 45. باسورد فك الضغط هيكون 45، يعني هتكتب 4 5 يبقوا 45. الباسورد 45. شوفوا فيديو جديد. سلام عليكم.